قصة كده حكاها العراب أحمد خالد توفيق عن قدرة النساء على الفصال، فحبيت أحكيها لكم. بيقول أعتقد إن النساء أقوى أعصاب من الرجال وأشد بأس منهم، ودي حقيقة بيحاول الرجالة إن هم يتجاهلوها، لكنها بتطفو على السطح بلا توقف. أعصاب المرأة قوية في أمور عديدة، لكن الموقف اللي بيجمد الدم في عروق معظم الرجالة ما بيكونش عندهم قدرة على تخيله هو قدرة النساء في الشراء. ما اعتقدش ان عنتر بن شداد اللي كان عنده القدرة على انه يصارع الاسود في الوديان المقفرة وبايد عارية، انه كان يقدر يقوم بالنشاط الانثوي المعتاد ده، الدخول لمحل عشان تشوف كل شيء وتستعرض كل شيء والسؤال على كل شيء في الوقت اللي هي اصلا ما عندهاش النية انها تشتري، والجيوب بتاعتها فاضية تماما. القدرة دي ما كانتش عند عنتر بن شداد ذاته. كتير من الستات بتعمل العمل البطولي ده. انا اعترف ليك باني اشتريت اشياء كتيرة جدا في حياتي بس لمجرد اني اتكسفت من البائع. بيحكي انيس منصور في كتاب 200 يوم حول العالم انه كان في محل في سنغافورة، كان في محل خضرة وفاكهة. في الوقت ده اقنعه البائع. لقى انيس منصور نفسه بيمشي من المحل ومعاه ملابس داخلية، بحاله البياع من غير ما يطلبها ومن غير ما يعرف اساسا هي ليه موجودة في محل الفاكهة. الست كل ما بتتقدم في السن اعصابها بتزيد ثبات وما بتحسش اطلاقا بالاحراج. وبيكمل احمد خالد توفيق وبيقول انه عرف ست من التراث ده بتروح تشتري كل شيء، تعرف ان الحاجة تمنها 100 جنيه اطلع انا من المحل جري. يلا يا ست، ده بيقولك 100 جنيه يلا نمشي، احنا مهما خفضنا السعر هيفضل غالي برضه. بيقول لي بس هي كانت بتقف في ثبات كده وبتبص لي بصه عشان اسكت. هنا بقى ودي بقى معركتها، الادرينالين علي في دماغها خلاص لدرجه ان الدم خلاص هينزل من انفها. بتقف كده وبتقول للبياع وهي في ثبات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اجي انا عشان اهرب واجري؟ اصبر بس وقف كده وما تبقاش خفيف. البياع بيضحك بسخريه ويقسم بكبر امه ان الحاجه دي تمنها 85 جنيه، وانا يا ست هديها لك ب 90 جنيه وهاخد 5 جنيه بس مكسب. لكنها برضه بتصمم. خلاص بقى حنت عليه، تقول له خلاص يا عم 30 جنيه، ويبقى في فصال مرهق ويستمر لساعات، والبائع بيقسم بكبر امه 1000 مره. صحيح الست اللي قاعده هناك اللي هي جالسه هناك دي امه، لكنها قابله الوضع يعني وبتعتبر الكلام دون من اليات التسوق. في النهايه الست اللي انا معاها توصل لسعر لا يوصف، هتاخد السلعه دي ب 40 جنيه بس هي برضه لسه مش راضيه، وتبقى حاسه باسى انا اقدر اوصل لسعر اقل من كده. 40 جنيه يا ست، ده انت كده عملت نصر عظيم. تخرج من جيبها 20 جنيه وتقول له مش معايا غير دي. بقول لك ايه، ما تعوضها المره الجايه. البايع كده خلاص جاله بله مغولي، مش عارف يقول ايه ولا الشعور اللي جواه ايه، عايز يخلص منها باي شكل ويوافق عشان يخلص منها. في اللحظه دي تديله فلوس وتقول له انا هستلف منك 5 جنيه. يا راجل ده انت ما سبتليش فلوس ارجع بيها البيت. احمد خالد توفيق بيقول لك لسه همد ايدي في جيبي واطلع لها ال5 جنيه، لكنها بصت لي كده بصه مرعبه. ما تبوظش كل حاجه بقى، ده انت غبي جدا. يديها البياع 5 جنيه وعينيه خلاص هتطق من عينه، خلاص هيتجنن، تايه مش عارف ايه اللي حواليه. انت عارف لو طلبت منه مفاتيح بيته او طلبت منه حسابه اللي في البنك هيديهولها بكل سرور. الحياه بالنسبه له بتنقسم لقسمين، قسم قبل ما يشوف الست دي وهي مرحله سعيده في حياته جدا، وقسم بعد ما شاف الست دي وهي لحظه الجحيم ذاتها. في النهايه بنمشي من المتجر واخدين الحاجه اللي كان ثمنها 100 جنيه ب 15 جنيه. تتكلم هي بحسره وتقول ده انا لو كنت فصلت شويه كمان ده انا كان ممكن اخد الحاجه دي ب 10 جنيه. يا ست انت، ده انت لو فصلت شويه كمان البياع كان هيديكي فلوس، او اقول لك كان هيديكي المحل عشان يخلص منه. تقول انا ما بحبش حد يضحك عليا، وعشان ما بتحبش حد يضحك عليها بتحطم اعصاب الباعة وعقولهم في كل مكان. تمام، زي ما قلت لك النساء عندها اعصاب اكتر من الرجاله بكتير، وما نقدرش نبقى زيهم تحت اي بند.